السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، وربنا يسعدكم يا رب. وحشتوني يا حبايب قلبي، ربنا يسعدكم وينصر اخواتنا يا رب في كل انحاء العالم، ويديلهم الحال يا رب، ويشفي كل مريض يتألم يا رب العالمين. دي انا عملت بصل يا حبايب قلبي عشان نعمل الصلصة بتاعت الكشري، بتاعت يعني اللي هنحطها على الكشري. عملت بصلة وحطيت عليها بقى الزيت اهوت وولعت عليه، واحب احط شوية ملح كده مع البصلة وهي بتتحمص، عشان ايه؟ كلها تاخد لون واحد كده وتبقى حلوة. وانا حطينا المية بقى بتاعت العدس اللي احنا هنسلقه، ومية المكرونة. حطيت في مية المكرونة شوية ملح وشوية زيت. المية غلت اهي بتاعت المكرونة يا حبايب قلبي. هنسلق المكرونة ديت وده مع بعض، مش هسلق كل حاجة لوحدها. حطيت شوية ملح وشوية زيت علشان ايه؟ المكرونة بقى ما تمسكش في بعضها كده وتبقى حلوة. وهنا برضو المية بتاعت العدس اهيت، هنحط اما المية تغلي هنحط العدس بتاعنا يتسلق اهو. كده يا حبايب قلب التقلية بتاعتنا دخلت في التسبيكة اهيت. هنحط بقى البهارات: كزبرة، شطة، كمون، نقطة سكر. انا حطيت الملح مع البصل. كده يا حبايب قلبي الصلصة بتاعتنا ايه؟ اتسبكت اهيت. هسيبها بس 5 دقايق واقوم طافية عليه، والعدس مولعين عليه اهو يا حبايب قلبي. نحمر بقى الشعرية بتاعت الرز. نحط برضو الملح علشان الرز الشعرية بتاعتنا، عشان الشعرية تتحمر كلها لون واحد. كل ما تحط الملح مع البصلة مع الشعرية كله يتحمر لون واحد. كده يا حبايبي الشعرية اتحمرت اهي، تاخد اللون الجميل ده علشان ايه؟ تبقى حلوة كده في الطاولة. نلوح الرز مع الشعرية. الرز لما بتلوح مع الشعرية تحس ان هو بيبقى مفلفل كده وحلو. تحطله بقى المية مغلية تستوي منك بسرعة كده بقى ويبقى حلو. هنا يا حبايب قلبي جبت بصلة كبيرة اهيت، هنعملها بقى ايه؟ اللي هنحمرها. جبت بصلة كبيرة اهي يا حبايب قلبي، هنقطعها بقى ايه عشان الكشري. البصل الابيض ده يا حبايب قلبي اللي طالع اليومين دول، البصل كان عاد ناشف معادش حلو. انا هنحمرها بقى للكشري. هنحط بقى شوية ملح، ونحط برضو دقيق. الدقيق ده بقى بينشف او عندك نشا حط، بينشف البصلة كده ويخليها ايه تتكرمل كده وتبقى حلوة.
هنسيبها بقى يا حبايبي لغاية ايه شوية في الدقيق وبعدين نعمل. هنا يا حبايب قلبي هنعمل الطبقة بتاعت الكشري. خلي بالكوا بقى عشان الشطة دي بتبقى حامية. كده حطيت التوم والميه هنزلهم برضو بخلوه كده مع الخل. واحط نص ليمونه كده يا حبايب قلبي. ديت الصلصه اللي احنا عملناها جميله بالشطه. دي الشطه يا حبايب قلبي. وديت التوم بقى بالدقه بالبهارات يعني اللي احنا حطيناها كمون كزبره وليمون وخل. وحبايب قلبي ودي الصلصه بقى بتاعت الكشري، وده الرز اللي احنا عملناه بالشعريه والعدس بقى بصل اهو يا حبايب قلبي اللي احنا عملناه. شايفين يا حبايب قلبي ناشف خلاص.
وكده يا حبايب قلبي، دي كان الروتين بتاعنا النهارده. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. اتمنى منكم تكتبوا لي كومنتات حلوه وتفرحوني كده بلايكاتكم. ربنا يسعدكم يا رب، وشاهدوا لي الفيديو حتى لو 5 دقايق يا حبايب قلبي. ربنا يكبر خاطركم يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.